ازيكم؟ انا ابراهيم، اهلا بكم في الفيديو الخامس من سلسلة تريجر بالعربي. وفي السلسلة دي بنشرح كل التريجرات الموجودة جوه انات ان بالتفصيل، وبنعرف مشاكلها ايه وبتستخدم في ايه. وفي الفيديو ده هنشرح السكيدجول تريجر. بس قبل ما نبدأ خلينا نقول اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما يا رب. علمنا يا رب علمنا. يلا بينا على خامس سيشن معانا بعنوان يعني ايه سكيدجول تريجر. اولا انا بعتذر جدا عن فتره انقطاعي ما بين تنزيل فيديوهات في سلسله تريجر بالعربي. انا عارف ان كان عليها اقبال شديد جدا منكم، وان في ناس كتيره جدا كانت بتبعت لي وتقول لي فين الفيديوهات اللي انت بتنزلها. اللي ما يعرفش انا طالب في ثالثه ثانوي، بحاول اوازن ما بين الدراسه والشغل وتنزيل الكونتنت، فمعلش اخر فتره دي كانت الدنيا بايظه معايا. بس اللي اوعدكم بيه ان كل اتنين الساعه 6 المغرب هتلاقي سيشن جديده تحت بند سلسله تريجر بالعربي بنشرح فيها تريجر جديد كل يوم اتنين الساعه 6 المغرب. طيب احنا النهارده هنشرح تريجر مهم جدا وبسيط جدا وسهل جدا، وشرحه وتنفيذه ابسط مما تتخيل. طيب احنا عرفنا الفيديوهات اللي فاتت ان في حاجه اسمها مانيوال تريجر وويب هوك والكلام ده. النهارده هنشرح السكيدجول تريجر. طب ايه هو السكيدجول تريجر؟ يعني ايه اصلا كلمه سكيدجول تريجر؟ سكيدجول يعني هو بص حاجه جايه من الوقت، حاجه قايمه على الوقت، وتريجر اللي هو التريجر. طيب السكيدجول تريجر فكرته هو قايمه على الوقت. فبسم الله الرحمن الرحيم كده ان السكيدجول تريجر لو مفيش وقت فمفيش سكيدجول تريجر، لو مفيش وقت مفيش تايم، مفيش يوم، مفيش دقيقه، مفيش ثانيه، السكيدجول تريجر ملوش اي لازمه. طيب انا عايزك تطلع من السيشن دي فاهم الفرق ما بين حد بيفتح انات ان كل يوم الساعه 9 الصبح ويضغط اكسكيوت ورك فلو علشان يحصل حاجه معينه، وشخص هو حاطط تريجر بتعمل بداله الاكسكيوت دي علشان توفر عليه وقت. وخليني اقول لك حاجه، اي حاجه انت بتندرج تحت قسم الاوتوميشن انت بتعملها بايدك فهي لا تعتبر اوتوميشن بالمره. تمام؟ الاوتوميشن يا صديقي العزيز هو حاجه بالكامل كده انت ما بتتدخلش فيها، انت بتبنيها مره واحده بس، تاسسها مره واحده بس، وبتشتغل على طول لوحدها. فالسكيدجول تريجر حاجه من ضمن التريجرات اللي هتخليك تعمل حاجه زي كده بمفهوم الوقت. فنفهم الجزئيه دي ان السكيدجول تريجر هو حاجه قايمه على الوقت. طيب في الحلقه دي احنا هنفكك السكيدجول تريجر بكل زواياه، اعداداته، وايه اكتر حاجه بتوقع الناس فيه. خليني اقول لك مهما كان بساطه التريجر ده ففي حاجات كتيره جدا ممكن توقعك جوه التريجر ده، وتبص تلاقي نفسك انت ملخبط الدنيا رغم ان انت باني الورك فلو بتاعتك صح. فخلينا نبدا باول سؤال وهو يعني ايه سكيدجول تريجر. بص يا صديقي، السكيدجول تريجر هو تريجر قايم على التايم بيزد او فكره الوقت. يعني لما الورك فلو بتبدا هي ما بتروحش تسال يا ترى هو انا جاي لي حاجه من بره عشان اشغل الورك فلو، طب هو انا مستني زرار الماوس عشان ادوس اكسكيوت ستيب او اكسكيوت ورك فلو عشان الورك فلو تشتغل، ولا انا هسال نفسي انا باقي قد ايه، او ايه الوقت المطلوب، او ايه الثانيه او الدقيقه المحدده اللي اليوزر حاططها لي في الورك فلو علشان اشغل الورك فلو دي. هو ده فكره الاوتوميشن سيستم اللي قايم على السكيدجول تريجر. فالسكيدجول تريجر هو حاجه بتندرج تحت الوقت، بتديها مثلا امر ان انت كل يوم الساعه 10 الصبح هتعملي لي حاجه معينه وتبعتيها لي على التليجرام، كل يوم هتعملي لي حاجه معينه او تقرير معين او تسحبي لي داتا معينه في وقت معين في دقيقه معينه في يوم كذا وتبعتيها لي على التليجرام او الواتساب. هو السكيدجول تريجر متفرع منه اكتر من طريقه تقدر تعمل بيها اوتوميشن قايم على فكره الوقت. بص يا صديقي، عندك حاجه اسمها فيكسد تايم تحت السكيدجول تريجر. عندك نوعين، حاجه اسمها فيكسد تايم وحاجه اسمها انترفال. يعني ايه فيكسد تايم؟ يعني ايه انترفال؟ هقول. الفيكسد تايم يا صديقي العزيز هو وقت ثابت. يعني زي ما اقول لك كده دلوقتي، انت كل يوم الساعه 9 الصبح في نفس اللحظه، كل يوم الساعه 9 الصبح تخشي تشغلي لي الورك فلو. يعني السكيدج انا هنقدر ان السكيدجول تريجر دي استاذه او شخصيه، تمام؟ كل يوم الساعه 9 الصبح هتخشي وتشغلي لي الورك فلو، تعملي لي تقرير او تسحبي لي داتا معينه من موقع معين وتبعتيها لي على التليجرام. ده اسمه فيكسد تايم. كل يوم الساعه 9 الصبح، سبت حد اثنين ثلاث اربع خميس الساعه 9 الصبح بتوقيت مصر او بتوقيت السعوديه. وخليني اقول لك هنا ان فكره التايم زون مهمه، وزي ما قلت لك في اول الفيديو دي الحاجه اللي بتوقع كل الناس اللي بتبني اوتوميشن قايمه على فكره السكيدجول تريجر. فهمتني؟ اتمنى تكون فهمتني. وده اول نوع معانا بيندرج تحت قسم السكيدجول تريجر، وهو الفيكسد تايم. وقت ثابت في يوم محدد او في وقت محدد بيتعمل كل يوم بنفس الفكره. اديك مثال واقعي بيحصل كل يوم تقريبا. انت لما تيجي تعوز تصحى كل يوم الساعة 6 الصبح مش بتمسك تليفونك وتفتح المنبه وتظبطه الساعة 6 الصبح على يوم سبت حد 2 3 4 خميس، لا انا الجمعة اجازة، فبتسيب الجمعة وكل يوم الساعة 6 الصبح السبت حد 2 3 4 خميس تلاقي المنبه بيرن وبيصحيك.
هي دي الفكره. حد بيروح يقول له، حد بيروح يمسك الموبايل ويدوس الالارم عشان انت تصحى، ولا هو المنبه بيرن لوحده؟ هي دي فكره الفيكس تايم. طيب ايه هو الانترفال تايم؟ بص يا صديقي، الانترفال تايم هو حاجه بتتكرر في نفس اليوم اكتر من مره. يعني انت النهارده ممكن تعملها، او الانترفال يحصل بشكل 80% من يومك النهارده، ممكن بكره يحصل بشكل 20%، ممكن ما يحصلش اصلا تالت يوم. ده على حسب الداتا اللي انت بتحطها للسكيدجول تريجر. اقول لك بكل بساطه، لو انا جيت بنيت ورك فلو، قلت لها ان كل 10 دقايق هتخشي على موقع معين وتعملي لي سكرابر او تسحبي لي الداتا اللي في الويب سايت ده وتبعتيها لي على التليجرام. طب ليه ما رحناش بعيد؟ بص لي كده اهو. بص يا صديقي الباشمهندس، ده اوتوميشن انا بنيه لنفسي بحكم ان انا بجرب منصه مستقل، وعايز ان يكون عندي دخل من منصه زي منصه مستقل، وان شاء الله هشرح الموضوع ده بعدين، وازاي قدمت على المنصه وازاي اتقبلت وكل الكلام ده. فكان بيواجهني مشكله ان انا في وقت ما بلحقش ان انا اقدم على الوظائف، بتكون نازله، فبخش اقدم الاقي 17 واحد مقدمين على الشغلانه، فانا عايز اكون من اوائل الناس اللي بتقدم على الشغلانه دي. فاعمل ايه؟ بالنسبه لي دي مشكله، فباخد المشكله بفككها بس يعني انت ايه الحل بتاعك علشان انا اول واحد اكون عارف بالشغلانه؟ سكيدجول تريجر يا معلم تتحط في اول الورك فلو، تخش تعمل لي سكرابر للموقع بتاع مستقل في الشغلانات او في الكلمات المفتاحيه اللي انا عايزها، وتبعتيها لي على التليجرام. بعيدا عن الورك فلو كلها، انا بس عايز اوريك الورك فلو علشان تفهمني فكره التايم هنا. انا بص قايل لها ايه؟ ان انت كل 10 دقايق ده في اليوم، كل 10 دقايق تخشي وتعملي لي ريسيرش جوه مستقل بالكاتيجوري نيم او بالكلمات المفتاحيه اللي انا مديها لي اللي ليها علاقه بشغلانه او اي اوتوميشن انجينيرنج، وبعدها تخشي تاخدي اخر شغلانه نازله، وتخشي كمان تاخدي لي كل التفاصيل بتاعه المشروع وتطلعها لي بداتا معينه، وبعدها تبعتيها للتليجرام. انا بكون من اوائل الناس اللي بتقدم على الشغلانات، يعني يمكن بعرف الشغلانه لسه نازله، انا بتجيلي مسج في ساعتها ان الشغلانه لسه نازله. ودي حاجه اي شخص شغال على موقع العمل الحر هو عارف مدى اهميتها. اهميه الوقت بالنسبه للجزئيه دي بيفرق كتير ما بين شخص بيتوظف اسرع وشخص ممكن يقعد 3 4 يعني ممكن يقعد وقت طويل جدا لحد ما يلاقي اول شغلانه من موقع العمل الحر، سواء مستقله او ابوكر او ابورك او خمسات. فالاوتوميشن ده بيحل المشكله دي. انا بوريك الاوتوميشن عشان انا عايز اوريك السكيدجول تريجر هنا موقعها في الورك فلو دي عامل ازاي. هو الانترفال تايم ان كل يوم في وقت معين، كل 10 دقايق، كل 20 دقيقة، كل 5 دقايق، كل 3 ثواني، كل 4 ثواني، انت بتخش تعملي لي حاجة معينة وتبعتيها لي. ممكن العملية دي تحصل اكتر من 200 مرة، 300 مرة في اليوم. ممكن اليوم اللي بعده تحصل اقل على حسب الشغلانات اللي نازلة او على حسب الورك فلو اللي شغال. اتمنى تكون فهمتني. فزي ما قلت لك ان الانترفال تايم هو حاجة بتتكرر في يومك بناء على الورك فلو بتاعتك بتفاصيل زمنية متكررة، تفاصيل زمنية متكررة. كل ما الورك فلو بتاعتك تشتغل عشان تعمل حاجة معينة، انت السكيدجول تريجر بص الاتنين بيتواصلوا مع بعض عشان يعملوا لك الحاجة دي. اتمنى تكون فهمتني. طيب لو انت محتاج تقرير يومي في ميعاد ثابت، هل هتستخدم سكيدجول تريجر واضح؟ هتقولي مش فاهم. اقول لك ان في حاجة تانية اسمها الكاستم كور او تخصيص السكيدجول تريجر بتاعك. تخصيص، انت بتعمل كاستمايز للسكيدجول تريجر بتاعك علشان يعني مثلا انت عايز يوم معين، دقيقة معينة، الثانية معينة، يعني كل ده بيندرج تحت قسم الكاستم كور. بتعملها بطريقة معينة عشان الورك فلو بتاعتك تشتغل، وغالبا دي نادرا لما حد بيوصل لها. يعني الكاستم كور مش كل الناس بتحتاجها، بس انا بقولك عليها لانها مهمة. تمام. فاحنا غالبا بنشتغل يا اما بالانترفال تايم يا اما بالفيكس تايم، حاجات ثابته كده ايه بتتعمل كل شويه. علشان نوضح فكرة السكيدجول تريجر لازم تفهمني بشكل أدق من الجدول ده. بص يا صديقي الباشمهندس، دلوقتي ده جدول بنقارن فيه ما بين أهم التريجرات ومن ضمنهم السكيدجول تريجر. عندك الويب هوك تريجر، ده تريجر موجود يعني من ضمن التريجرات هنشرحه. انا مش فاكر ان انا شرحته او ممكن هنشرحه. تمام. وعندك السكيدجول تريجر بتاع موضوع سيشن النهارده، وعندك المانيوال تريجر واللي شرحته في الفيديو اللي فات. طيب يا صديقي،
المانيوال تريجر بيبدأ ازاي؟ لما انت تضغط اكسكيوت بالماوس بتاعك. طيب هل محتاج ببلش؟ يعني زي ما قلت لك في فيديوهات سابقه، قلت لك ان انت مهم جدا ان انت تكون متاكد ان الورك فلو بتاعتك معمول لها ببلش عشان تشتغل اوتوماتيك بعد كده، وده بيندرج عليه مفهوم الاوتوميشن. لا، هي مش بتحتاج انها تتعمل ببلش، لانك لازم تكون فاتح الورك فلو عشان تدوس اكسكيوت 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 عشان تجرب الورك فلو. طب هل مناسبه للبرودكشن؟ لا، انت بتجرب فيها، انت بتكون في مرحله التيست لما تستخدم المانيوال تريجر. بتكون في مرحله التيست لما تستخدم المانيوال تريجر. طيب الس الس السكيدجوال تريجر بتبدأ ازاي؟ بتبدأ في وقت محدد او وقت متكرر، فيكسد تايم او انترفال تايم. طيب محتاجة انها تتعمل ببلش؟ ايوه. فبعد الورك فلو لو انت ما عملتش ببلش للسكيدجوال تريجر بتاعتك او للبروجكت بتاعك اللي بيبدأ بتريجر او السكيدجوال تريجر، الورك فلو ما بتشتغلش اصلا. ودي اول نقطة او اول ملحوظة توقع الناس اللي بيستخدموا السكيدجوال تريجر في المشروع بتاعهم. تمام، لازم تتاكد ان البروجكت بتاعك معمول له ببلش علشان الورك فلو بتاعتك تشتغل بشكل مظبوط. لازم انها تشتغل علشان تشتغل بشكل تلقائي بعد كده. هل مناسبة للبرودكشن او مهمة واضحة او مهمة كل يوم بتحصل في وقت معين في ثانية معينة في دقيقة معينة؟ لو انت زي ما قلت لك انا عامل ورك فلو بتخش كل يوم، يعني انا قاعد دلوقتي زي ما انا دلوقتي بتبعت لي حاجات على التليجرام او شغلانات لسه بتنزل على التليجرام علشان اخش اقدم عليها. فهي دي الفكره، كل 10 دقايق بتخش تعمل سكرابر. هل في شغلانات نزلت؟ لا مفيش. خلاص انا هقعد 10 دقايق تانيين واخش اعمل سكرابر. هل في شغلانات تانية؟ لا نزلت، ده انا هاخدهم وبعدها اصنفهم بطريقه معينه وبعدها اروح بعتهم لك على التليجرام. فالسكيدجول تريجر بتعمل كل الكلام ده صديقي. مثال انا لسه قايل لك مثال دلوقتي، هو فكره المستقل اوتوميشن سكرابر زي ما قلت لك دلوقتي. طب الويب هوك تريجر ده HTTP ريكويست. هنفهم يعني ايه HTTP ريكويست و HTTP اصلا لوحدها. لازم تكون محتاجه انها تعملها برودكشن، لان اصلا هي قايمه على فكره البرودكشن، لان انت عندك init لازم تكون معموله برودكشن، لان انت عندك init بتتصل بالعالم الخارجي او عالم الانترنت علشان اتنين يعرفوا يتكلموا مع بعض. فلو الورك فلو بتاعتك مش معمول لها ببلش، فبالتالي مش هيعرفوا يتواصلوا، مش هيعرف يحصل كوميونيكيشن ما بينهم. لازم الويب هوك تريجر تكون معمول لها ببلش. مثال، مش عايز اتعمق في موضوع الويب هوك تريجر لان هي اصلا حلقه كبيره، حلقه دسمه، هنشرح فيها حاجات كتيره جدا. تمام، انا بس كل اللي يهمني ان انت تعرف السكيدجول تريجر بتتكلم عنها ازاي، بتفهمها ازاي. احنا دلوقتي اتكلمنا نظري، تعالى بقى اوريك السكيدجول تريجر جوه init شكلها عامل ازاي، وازاي انت تشتغل عليها، وايه المشاكل اللي ممكن تقابلك وانت شغال على السكيدجول تريجر جوه البروجكت بتاعك. بص يا صديقي، دلوقتي احنا هنعمل تشريح للسكيدجول تريجر من جوه init. انا خليت الموضوع بشكل ظريف، عملتها بشكل ظريف بدل ما اخش على init واقعد افهمك. لا، انت الPDF ده هينزل لك كمرجع تقدر ان انت تستخدمه او تقراه، وكمان هنزل لك الPDF بتاع الشرح اللي انا بشرح منه دلوقتي علشان برضو تقدر ان انت تقرأ لو حاجة وقفت معاك او حاجة. طيب يا صديقي، لما بتفتح السكيدجول تريجر بسم الله الرحمن الرحيم بتقابلك الواجهه اللي انت شايفها قدام منك دي. انا مخليها every 10 minutes، دي حاجه انا فتحت الورك فلو بتكون كده. هنا بيبقى حاطط لك ملحوظه بيقول لك ان الورك فلو هيشتغل على جدول تلقائي من غير ما تعمل ببلش، ده في حاله التست. تمام، وعندك هنا تريجر رولز او قواعد ثابته هنجيلها في السلايد التاني.
عندك هنا لو دوست تيست تريجر هنا بيعمل اختبار للتريجر ده. وعندك set mock data هنا بتحط بيانات تجريبية او وهمية علشان تبني عليها كل الاكشن اللي بعدها. يعني مثلا انت هنا بتحط هنا يعني بص هنا في الجزئيه دي بتحط الداتا اللي بعدها الاكشن هيشتغل بناء عليها. فانت هنا لو انت معاك داتا سهله او معاك داتا ثابته بتعمل لها هنا set mock-up data وتبدا ان انت تبني عليها المشروع بتاعك. ولما تخلص بالداتا الوهميه دي تبدا ان انت تمسحها وتشتغل على داتا حقيقيه. تمام، ده بكل بساطه اول جزئيه بتقابلك. طيب لو جينا رحنا على التابة التانية بتاعة السيتنج، في نفس الورك فلو او في نفس التريجر هتلاقي بتجيب لك الحاجات دي كلها. طيب ايه اول واحدة هنا؟ بيقول لك always output data. يعني انا بيكون لو فعلت الاوبشن ده انا دلوقتي لو في حاجة ادفانسد انا بعملها، ان لو انا باني مشروع كبير ومحتاج ان انا لو حصل مشكله في التريجر ده يوصل لي مسج قبل ما تروح للعميل وتسمع عنده ان في حصل مشكله والسيستم عطل، فبالتالي اخش اصلحها. فاول لما العميل يخش يرفع سماعه التليفون ده في مشكله اقول له انا صلحتها. فهو ده المسؤول عن الجزئيه دي. طيب عندك الريتراي اون فيل، يعني لو حصل مشكله تشغل نفسها تاني كم مره. ساعات في الاي بي اي بيحصل عطل كده، بتشتغل مثلا مره او اتنين بتبقى محتاج تاخد نفسها شويه او تستريح شويه عشان تشتغل تاني. فبدل ما تخش انت تعمل تشغلها تاني، لا الريتراي اون فيل بيشغلها اوتوماتيك، بتدوس عليها وبيتحدد بقى كم مره تشتغل، 3 مرات 4 مرات 5 مرات وهكذا. اون ايرور، لو حصل ايرور معين هل الورك فلو تقف ولا هل كونتينيو ورك فلو ولا هل تبعت لك مسج زي ما قلت لك على سواء كان على التليجرام او الواتساب او اي حاجه انت بتربطها عشان لو حصل مشكله بالبروجكت بتاعك او حصل مشكله في البروجكت بتاعك يوصل لك انت اشعار اول واحد. وهنا نوت لو هتكتب نوت معينه، وهنا ديسبلاي نوت ان فلو لو انت عايز النوت اللي انت كتبتها جوه السكيدجول تريجر لو انت شغال انت وتيم يعني تظهر كده بشكل فلو على التريجر من بره في السبيس بتاعتك، علشان مثلا ده في ملحوظه مهمه ده هو عدل حاجه فانت تكملوا على بعض. هي دي فكره السكيدجول تريجر. طيب دي قلت لك زي ما قلت لك الريتراي لوجيك او منطق الريتراي اون فيل او منطق المحاوله. انت هنا مثلا ماكسيمم ريتراي اقصى حد عدد محاولات انا هنا محطه 3 وهنا عدد او حد وقت الانتظار بالملي سكند لازم تحطه بالملي سكند. يعني انا ما بين الثانيه الاولى والثانيه الثانيه باخد نفسي كده ثانيه او ثانيتين او 3 او 4 ثواني علشان اشتغل تاني واجرب تاني وهكذا. بس هي دي فكرة السكيدجول تريجر يا صديقي العزيز.